في الفيديو ده هنتكلم عن كل الأدوات والخامات اللي هنحتاجها للكونكريت وهنعرف إيه استخدام كل أداة منهم. أول حاجة أساسية معانا وهي البودر، والبودر بيكون فيه منه أنواع كتير زي مثلا الجبس أو بودر السوبر ميكس ماليزي أو الخديوية أو الروك ماربل أو بودر الكونكريت. كل دي أنواع ومسميات لبودر الكونكريت بتختلف في الصلابة وفي السعر، وكمان في أنواع غيرها كتير. جربوا في الأول في بودر رخيص زي الجبس أو أي نوع متوفر عندكم، وبعد كده لما تتعلموا جربوا فيه أنواع تانية. أسهل طريقة علشان نعاير بيها الخليط هي طريقة الكوبايات. أي كوبايات عندكم زي دي سواء كان بلاستيك أو ورق، أو كوباية عندكم انتم مش محتاجينها. وعشان أعاير الخليط بالكوبايات مهم جدا إن أنا أعرف نسبة المية للبودر قد إيه في أي نوع بودر هستخدمه، ولازم الكوباية اللي أعاير بيها المَيّة تكون نفس الكوباية اللي أنا هاعاير بيها البودر، علشان النسب تكون مضبوطة. فنسبة المَيّة للبودر بتختلف من نوع للتاني، يعني مثلًا في الجبس النسبة بتكون 1:2، يعني كل كوباية مَيّة هاحط عليها كوبايتين من الجبس. وأفضل نوع جبس نستخدمه هو زهرة سينا أو الدولية. والجبس ممكن نستخدمه لوحده زي ما هو، وممكن لو حابين نزود الصلابة بتاعته نضيف عليه أسمنت. فلو هنضيف عليه أسمنت هنحط لكل كوباية جبس معلقة واحدة من الأسمنت. بعد كده بقى النسبة في بودر الكونكريت النسبة بتكون 1:2 برضو زي الجبس، إنما في بودر السوبر ميكس ماليزي النسبة بتكون 1:2.5، يعني كل كوباية مية هحط عليها كوبايتين ونص من البودر. وفي بودر الخدوية مثلا النسبة بتكون 1:3، يعني كل كوباية مية عليها 3 كوبايات من البودر. وفي الروك ماربل النسبة بتكون 1:3.5، يعني كوباية المية هحط عليها 3 كوبايات ونص من البودر. فأيا كان نوع البودر لازم قبل ما استخدمه أعرف نسبة المية للبودر قد إيه، علشان أعمل الخليط صح لازم النسب تكون مظبوطة. وهنحتاج بقى حاجة نعمل فيها الخليط زي الشفشق ده مثلا، وحاجة علشان نقلب بيها الخليط. ممكن نقلب الخليط بمعلقة معدن أو بعصاية خافض، وممكن شوكة برضو، بس أي حاجة هتستخدموها من المطبخ تعملوا بيها الخليط ما ينفعش تستخدموها تاني في المطبخ، فاستخدموا حاجات انتم مش محتاجينها. ومهم جدا إن احنا نلبس جلافزات واحنا بنعمل الخليط عشان نحافظ على ايدينا من المواد اللي احنا بنستخدمها. تاني حاجة أساسية معانا وهي القوالب. طبعا مش لازم تجيبي كل القوالب في الأول اتعلمي في القوالب المتوفرة عندك في البيت زي علب الآيس كريم والزبادي أو الكوبايات البلاستيك والورق. بعد كده بقى ممكن تبدأي تجيبي أكتر قوالب مشهورة وعليها طلب كتير زي الكوستر البيضاوي والفازة المدلعة والبونبونيرة دي. وممكن برضو تجمعي طقم على ذوقك من القوالب المشهورة زي مثلا كوستر السحابة والمبخرة والفازة دول. وكوستر المروحة ده وكوستر البابلز دول بنعمل منهم توزيعات للسبوع والحفلات. والكوستر ممكن يكون لوحده وممكن نحط عليه مبخرة زي كده. وشكل المبخرة دي بيكون فيه منه كذا مقاس، بتجيبوا المقاس اللي انتوا محتاجينه. وبيكون كمان في قوالب تانية كتير جدا جميلة تنفع للتوزيعات. وممكن برضو تجمعي طقم على ذوقك من القوالب اللي عندك أو حسب ما العميل يختار أنهي قوالب مع بعض. وعشان نحافظ على القوالب لازم بعد كل استخدام نغسلها وننضفها كويس. عشان بقى نلون قطع الكونكريت في طريقتين، تلوين خارجي وتلوين داخلي. الألوان اللي بنستخدمها في التلوين الخارجي أول حاجة أساسية معانا هي دهان بلاستيك أبيض من GLC. الدهان ده بيكون مط وبيكون فيه منه لامع، والوسيط بتاعه بيكون مائي يعني بنخففه بالمية. وممكن نستخدمه زي ما هو أبيض كده، ولو عاوزين نعمل منه درجات ألوان تانية بنضيف عليه مركزات ألوان. أشهر ماركة مركزات هي GLC. لو ما لقيتوهاش بيكون في بريمو كات أو يوني تنت، المتوفر هاتوه كلهم كويسين. هما بيكونوا 11 لون اللي هما الألوان الأساسية. بس عيب بقى مركزات الألوان إن إحنا لما بنفتحها ونحط منها بتبدأ تقع كده على الأطراف، فالأفضل إن إحنا نحطهم في بوكس كده زي ده علشان نحافظ على المكان. وطبعا مش مضطرين تجيبوا كل الألوان مع بعض، هاتوا الألوان اللي انتم محتاجينها في الأول، وبعدين كل ما ينطلب منكم لون هتجيبوه، وهتلاقوا نفسكم إنكم جمعتوهم كلهم واحدة واحدة. فكده البلاستيك الأبيض ممكن نستخدمه زي ما هو لو عاوزين لون أبيض، وممكن نضيف عليه مركزات ألوان علشان نعمل درجات ألوان تانية. وميزة بقى مركزات الألوان إن إحنا ممكن ندمج كذا لون مع بعض علشان نطلع درجات تانية إحنا محتاجينها. الفازة دي مثلا أنا ملوناها ببلاستيك أبيض زي ما هو، إنما المبخرة دي أنا حطيت على البلاستيك الأبيض مركزات ألوان باللون الأصفر علشان أعمل الدرجة دي. والكوستر الفيروزي أو الجنزاري ده أنا حطيت مركزات ألوان لون أزرق وأخضر على الأبيض البلاستيك علشان أطلع الدرجة دي. تاني حاجة بقى في الألوان الخارجية هي الأبيض اللؤلؤي الميتاليك. الأبيض اللؤلؤي الميتاليك ده من ماركة ستار.
وميتاليك ده يعني هو لون برونزي لامع، وماركة ستارت دي بيكون متوفر منها 4 درجات بس اللي هما الأبيض اللؤلؤي والذهبي والفضي والنحاسي، وأشهر لونين متوفرين هما الأبيض اللؤلؤي والذهبي. ولو عاوزين بقى نعمل درجات تانية تكون برونزية هنضيف على الأبيض اللؤلؤي مركزات ألوان علشان نعمل أي درجات إحنا محتاجينها. يعني مثلا كوستر السحابة ده أنا لونته باللون الأبيض اللؤلؤي بس وهي دي درجته، إنما كوستر البابلز ده أنا ضفت على الأبيض اللؤلؤي مركز باللون النبيتي علشان أطلع الدرجة دي، وكوستر المروحة ده دمجت أكتر من لون من المركزات علشان أطلع درجة اللون الشامبين دي، فدمجت الأبيض اللؤلؤي مع نقطة من مركز باللون الأصفر الجملي ونقطة من البني والأحمر فطلع لي الدرجة دي. فهي فكرته نفس فكرة الأبيض البلاستيك مع مركزات الألوان، بس الأبيض البلاستيك المط مع مركزات الألوان بيعمل لي ألوان مطفية، إنما الأبيض اللؤلؤي مع مركزات الألوان بيعمل لي ألوان برونزية بتلمع. وده اللون الذهبي الميتاليك من ماركة ستارت، ودي درجة اللون، هو مش بيكون ذهبي صريح، هو لونه مدي على أصفر شوية. في بقى أنواع تانية بنستخدمها علشان نلون القطع باللون الذهبي، زي الذهبي ده من ماركة تكسي، اللون بتاعه بيكون حلو جدا وذهبي صريح. مثلا الكوستر ده أنا عملته بتكنيك التنقيط، والكوستر التاني ده أنا حددت الأحرف بتاعته بس، وممكن كمان نلون القطع كاملة بيه. وبيكون فيه ذهبي اسبراي دوكو زي ده، والاسبراي ده بنستخدمه بطريقتين، أول طريقة وهي إن إحنا بنرش بيه القطعة كاملة زي الفازة دي كده، وتاني طريقة وهي التكنيك ده هو بيشبه تكنيك التنقيط. فكده أي لون دهبي عموما بنستخدمه بثلاث طرق، أول حاجة إن إحنا بنلون بيه القطعة كاملة، وتاني حاجة إن إحنا ممكن نعمل بيه تكنيك التنقيط، وتالت حاجة إن إحنا بنحدد بيه حرف قطعة الكونكريت. بعد كده بقى هنتكلم عن الألوان الإكليريك الجاهزة. لو أنتم مش حابين تعملوا الألوان زي الأبيض البلاستيك مع مركزات الألوان علشان تعملوا ألوان مط، أو الأبيض اللؤلؤي مع المركزات علشان تعملوا ألوان برونزية ميتاليك، فالألوان الإكليريك دي بتكون جاهزة ومتوفر منها كل الدرجات بقى سواء كانت مط أو برونزية. أشهر ماركة بنستخدمها في تلوين الكونكريت هي ماركة هيرو، وألوانها بتكون كويسة وسعرها مناسب جدا، لكن لو مش متوفرة هاتوا أي نوع متوفر. الكوستر ده أنا ملوناه باللون الأسود الإكليريك، الألوان بتاعتها بتكون حلوة وصريحة جدًا زي كده، والميزة طبعًا إنه بيكون متوفر منها درجات ألوان كتيرة جدًا، وطبعًا مش مضطرين تجيبوا كل الدهانات دي مرة واحدة، ابدأوا بأبسط وأسهل حاجة بالنسبة لكم. كده الألوان الخارجية اللي اتكلمنا عنها، البلاستيك الأبيض لوحده أو مع مركزات ألوان علشان نعمل درجات تانية، والأبيض اللؤلؤي لوحده أو مع المركزات برضه علشان نعمل منه درجات، واللون الذهبي بأنواعه، والألوان الإكليريك الجاهزة. الطريقة بقى التانية علشان نلون قطع الكونكريت وهي طريقة التلوين الداخلي، والطريقة دي بنستخدم فيها مركزات الألوان واحنا بنعمل الخليط، يعني بنضيف المركزات على المية واحنا بنعمل الخليط علشان تكون لون موحد، أو بنضيف نقط بسيطة على الخليط بعد ما نعمله علشان نعمل تكنيك الترخيم أو الماربل، وبنعمل منها برضو تكنيكات تانية عشوائية بتكون مميزة وجميلة. مثلا كوستر البابلز ده متلون بلون داخلي بمركز أزرق، وكوستر السحابة ده عملته تكنيك الترخيم باللون الأخضر، والكوستر البيضاوي ده عملته تلوين داخلي بطريقة عشوائية، وطبعا هنتعلم كل ده مع بعض في الفيديوهات الجاية. بيكون بقى في معجون الحوائط ده بنستخدمه في حاجتين، أول استخدام ليه هو تكنيك تخشين قطع الكونكريت، وتاني استخدام ليه بنصلح بيه عيوب القطع، زي مثلا المباخر دي معمولة بطريقة التخشين بالمعجون، وبنعمل التكنيك ده لو احنا عاوزين ملمس قطعة الكونكريت يكون خشن مش ناعم زي الطبيعي. المبخرة الكبيرة دي أنا سبتها على نفس لون المعجون، والمبخرة الصغيرة دي أنا لونتها بعد ما عملته، وبنستخدم بقى المدق الإسفنج ده مع المعجون علشان نعمل تكنيك التخشين، وهو بيكون كيس كده فيه كذا مدق مع بعض بمقاسات مختلفة، والتكنيك ده بيتعمل في أي قطع زي الفازات والكوسترات مش بس المباخر. أهم حاجة بقى هنتكلم عنها وهي الورنيش المائي، وده من ماركة GLC، وخدوا بالكم إن هو يكون مكتوب عليه مائي لأنه بيكون فيه لأنواع تانية زي الأخشاب والزجاج وغيرهم. أهم استخدام للورنيش إن هو بيعزل قطعة الكونكريت وبيحافظ عليها وبيضيف لها طبقة حماية، وبندهن القطعة من طبقتين ل5 طبقات من الورنيش، والورنيش هو سبب اللمعة اللي بتشوفوها في قطع الكونكريت، وبيكون كمان ليه استخدامات تانية زي إن إحنا بنلزق بيه أحجار الشجر وورق الذهب أو الفضة ومناديل الديكوباج. ومن الأدوات المهمة برضو اللي إحنا بنحتاجها هي الصنفرة، وبنحتاج نوعين، خشنة وناعمة. الخشنة دي رقمها 220 والناعمة رقمها 800، ومش لازم تجيبوا نفس الأرقام دي، ممكن الأرقام القريبة ليها عادي. كل ما الصنفرة رقمها قل كل ما كانت أخشن، وكل ما رقمها زاد كل ما كانت أنعم. يعني رقم 800 دي لو لقيتوا بدلها 1000 أو 1200 هاتوها هيكون كويس جدا برضو، أو حسب ما تلاقوا المتوفر عندكم، وهي اسمها صنفرة دوكو.
بنحتاجها بقى علشان نساوي بيها حواف القطع وما تبقاش حادة، أو لو في أي زيادات في ضهر القطعة بنساويها بيها. وبنستخدم بقى الكحول الطبي ده بنجيبه من الصيدلية علشان نتجنب أي فقاعات أو بابلز واحنا بنصب القوالب، والقطعة تطلع سليمة من غير أي عيوب. في بقى القواعد دي بنحطها تحت في ضهر القطعة علشان تحفظ القطعة من الاحتكاك بحاجة تحتها علشان ما تتجرحش. هي عبارة عن شيتات صغيرة كده فيها دواير من الفوم، وبتتشال وتتلزق في ضهر القطعة على طول، زي مثلا ضهر الفازة دي كده. وفي كمان بديل للقواعد دي لو ما لقيتوهاش، هنشتري فوم من المكتبة بأي لون تحتاجوه، وبيكون متوفر منه كل الألوان. المقاس اللي معايا ده هو أصغر حاجة اللي هو A4، وبيكون فيه شيت كبير مقاس 50 في 70. ممكن بقى تقص الفوم ده دواير أو مربعات زي مثلا الفازة دي كده. أنا قصيت مربعات صغيرة من الفوم ولزقتها، وده كده شكلها. طبعا الفوم ده هيوفر معاكم كتير عن الشيتات الجاهزة، لأن الفرخ الواحد هنعمل منه كمية كبيرة جدا. ولو في بقى أي حاجة محتاجين نلزقها زي القواعد مثلا أو أي حاجة تانية، بنستخدم لزق بي 7000 ده. ولو ما لقيناهوش، في اللزق ده اسمه الصاروخ، كويس جدا برضو زيه. وبالنسبة للفرش، أفضل نوع بنستخدمه هي فرش الميك اب، بتكون ناعمة جدًا وما بتسيبش أثر وإحنا بنلوّن القطعة. بنجيب بقى منها مقاسات مختلفة، وهي بتكون أكتر فرش مناسبة من حيث النعومة والسعر. وللتزيين بقى، طرق التزيين بتكون كتيرة، زي مثلًا الفينيل ده بيكون عبارة عن شيتات كده A5 أو A4 أو A3 أو بالمتر برضه، وبيكون عامل زي الstickers كده، وبيتكتب عليه أي جمل أنتم عاوزينها أو أي اسم علشان لو هتحطوه على التوزيعات. اللي معايا ده مثلًا مكتوب عليه اللهم بارك هذا البيت، وبيكون متوفر منه ألوان، وده كده شكل الفينيل على الكوستر. وبيكون في برضه أحجار الشجر دي بنزين بيها قطع الكونكريت. هي بتكون نوعين، مصري ومستورد. اللي في العلب الرفيعة دي هو المصري، وبيكون في منه كل الألوان وكمان في منه أحجام مختلفة. اللي في الكيس ده والعلبة الكبيرة دي هو النوع المستورد، وبتكون الأحجار بتاعته صغيرة قوي وبيكون في منه ألوان برضه. بس أشهر لونين متوفرين منه اللي هما الذهبي والفضي اللي معايا دول. وده مثلا طقم أنا مزيناه بالشوجر الذهبي. من أحلى بقى وأسهل طرق التزيين وهو ورق الدهب أو ورق الفضة. هو عبارة عن دفتر كده بيكون فيه 100 ورقة، وده اللون الذهبي. وممكن برضو يتباع جزء منه في علب صغيرة زي كده، مش لازم تشتروا الدفتر كامل. والعلبة الصغيرة دي فيها اللون الفضي. وأشهر لونين في الورق ده وهما اللي بيكونوا متوفرين هما الذهبي والفضي. وده كده شكل الورق الذهبي والفضي على القطع. بتنسقوا بقى لون الورق على حسب لون الطقم. ومن طرق التزيين السهلة برضه وهي السحاب المطاطي. هو عبارة عن دهان لزج كده بنعمل منه خطوط عشوائية على قطعة الكونكريت، وبيكون متوفر منه ألوان معينة بس، وموجود بماركات كتير. زي مثلا الطقم ده كده أنا زينته بالسحاب المطاطي اللون الموف. ومن طرق التزيين برضه مناديل الديكوباج، وهي مناديل عليها رسومات أو ورد أو كلام، بنقصها ونلزقها على قطعة الكونكريت بالورنيش المائي، زي مثلا الطقم ده كده. بعد ما بنخلّص الطقم وبيكون فيه مبخرة، بنحتاج طبق أو صفاية علشان نحط عليهم البخور. في بقى أنواع وأشكال كتير جدًا من أطباق المباخر، وكمان بيكون في منها مقاسات مختلفة، ودول تقريبًا كل الأشكال الموجودة. بتختاروا الشكل الأفضل بالنسبة لكم وتشتغلوا بيه، أو الشكل اللي العميل بيختاره. وهُم بيكونوا لونين بس، الدهبي والفضي. بيكونوا أطباق صغيرة كده مخرّمة أو سليمة، وبيكون في برضه مباخر أرابيسك بالغطا بتاعها زي دول كده، بس طبعًا بيكونوا غاليين عن الأطباق التانية. حبيت بقى أوريكم شكلهم على القطع. أنا عملت مباخر بأحجام وألوان مختلفة، هاحط عليهم الأطباق وده كده شكلهم. اختيار لون طبق المبخرة بيكون على حسب اللون اللي لوّنا بيه، وده كده بيكون شكل المباخر بعد ما بنضيف ليها الأطباق.
بيكون بقى في ورد معين للفازات بيكون اسمه هيش وسنابل زي الأشكال اللي معايا دي كده، وبيكون متوفر أشكال تانية كتير طبعا وسعرهم بيكون رخيص جدا ومناسب، وهما بيكونوا طوال واحنا بنقسطرهم على حسب طول الفازة اللي احنا هنحطها فيهم. وبيكون في حاجة برضو اسمها البيبي فلاور، بس ده بيكون أغلى منهم بشوية. وممكن برضو نستخدم الورد العادي ده اللي بيكون بوكيه بدل الأنواع دي، أي نوع ورد تحبوه عادي أو حسب ما العميل يختار. وده كده بيكون شكلهم في الفازات، بتنسقوا بقى الألوان مع بعض على حسب لون الطقم. وممكن برضو تبيعوا الطقم من غير أي ورد والعميل بقى بيشتري الورد اللي هو عاوزه. آخر حاجة بقى هنتكلم عنها وهي رول البابلز اللي بنغلف بيه قطع الكونكريت علشان ما تتكسرش منا أثناء الشحن. هو بيكون رول كبير كده بنقص منه قطع بالحجم اللي احنا محتاجينه وبنغلف بيه، زي الكوستر ده مثلا أنا مغلفاه بيه، وهنعرف مع بعض طريقة التغليف في فيديو بعد كده. كل الخامات اللي احنا اتكلمنا عنها دي مش محتاجين نجيبها كلها في الأول، هاتوا بس الحاجة اللي انتوا حابين تبدأوا بيها، وبيكون في كميات صغيرة منهم في محلات بيع الأدوات والخامات دي كلها لو انتم في مصر هتلاقوها في القاهرة في العتبة في شارع سوق الورق، بيكون في محلات كتير جدا في الشارع ده ومتوفر عندهم عينات من كل الخامات دي، وأي حاجة محتاجينها هتلاقيها عندهم برضه. وطبعا بيكون في صفحات اونلاين كتير، ولو انتم بقى بره مصر هتلاقوا الخامات دي في شي ان او امازون او نون، وبرضه هتلاقوها كتير في صفحات اونلاين. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو أتمنى تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير.